الغياب نتاع لي بيلون بالنسبه للفريق كذلك، ما كانش لي بيلون، وما كانش يعني حتى يعني كما يقولوا لي بياس كونطابل، ما كانش في غالبيه الاحيان، لا تجد حتى لي بياس كونطابل باش تحاسب على الناس وتعرف واش كاين واش ما كانش. ولهذا احنا قلنا بلي باش يعني في هذا الجو هذا وفي هذا الاشكاليه، اضافه الى الخلافات كذلك اللي ظهرت الى السطح مؤخرا بين مختلف المساهمين في الشركه، وصلت الى حد يعني انه البعض يعني ذهب العداله، يعني ناس دات الزملاء نتاعهم لا جيستيس بور يعني دي ريجون دو جيستيون تاع هذه المؤسسه هذه. فارتئينا يعني احسن حل هو حل هذه الشركه هذه، وانه المساهمين هذو يتنازلوا على المساهمات نتاعهم، لانهم يتحدثوا على 8.4 مليار سنتيم يعني قيمه الشركه. احنا عندنا في الاداره نتحدثوا على حوالي 4.3 مليار. في كلتا الحالتين يعني المديونيه نتاع الشركه راهي 30 مره اكثر من راس مال الشركه، وفي هذه الحاله الشركه مفلسه، وعليه يعني وجب حل هذه الشركه بقوه القانون. في كذلك يعني الجمعيه العامه اللي عندها يعني اقول سنوات تقريبا لم تنعقد، وهذا كذلك شيء خارج القانون ويعاقب عليه القانون كذلك. وفي بعض الامور الاخرى قلنا باللي باش يعني الكل ينسحب، يعني اشرفوا على المولوديه لسنوات وسنوات، قدموا امور جيده وخدمات جليله للولايه وللمولوديه في فترات ما. اليوم المولوديه اصبحت في وضعيه جد صعبه، يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم، يخليوا المكان الى ناس اخرين. في حال رفض بعض المساهمين تنازل عن اسهمهم، ما هي